النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابته يخافون عليه من خصومه، فكانوا يتناوبون حراسته، وبيتناوب حراسته ليه؟ ما هو اللي بيتناوب حراسة شيء معناه أنه يريد أن يكون المصد للأخطار. إن كان حد عايز يضربه بالرصاص يبقى اللي حواليه هو اللي ينضرب بالرصاص. الله، وتفديه بنفسك لماذا؟ إزاي؟ ما دام واحد هيضرب بالرصاص واحد تاني جاي حارسه يعني إيه؟ يعني يبقى هو المصد، إذا جاء له خطر هو اللي يتقبل. لا شك أن ذلك لأنه وثق أن بقاء من يحافظ عليه خير للفكرة من بقائه. شوف بقى التسامي العالي، كل واحد بيحب الغير لأنه يعود عليه بالخير. قول له لا، ما هو ده اللي هيعود عليه بالخير أيضا، لأنه ده لما يموت في سبيل المحافظة على من أرسله الله رسولا ليبلغ دعوته يبقى شهيد وياخد كذا يبقى برضه بيحب نفسه. لكن الفكرة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي الناس يحافظون عليه من إيه؟ من خصومه. وهذا هو أيضا السبب في أن الصديق رضوان الله عليه وهما في الغار ألم يجد شقوقا فيمزع من ثيابه عشان يسد الشقوق؟ ألم يضع، طب انتهى، ألم يضع قدمه في شق عشان يمنع ان تيجي حشرة من الحشرات تؤذي حضرة النبي؟ طب ما هتؤذيك انت؟ أم قال لك لا، أنا أتعوض، إنما ده ما يتعوضش، إحنا عايزين نحافظ على ده. الله، يبقى إذن الذين يحافظون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده شهادة أنهم آمنوا بأن بقاء هذا خير للفكرة وللإيمان ولنفوسهم من بقائهم هم لنفوسهم. وبعد ذلك فوجئ هؤلاء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم انصرفوا عني فقد قال الله والله يعصمك من الناس. طب بالله، قالت المرأة التي أسلمت بهذه الكلمة البسيطة والله يعصمك من الناس، قال هذا الرجل إنها كانت تقرأ تاريخه على أنه رجل عظيم فقط، وتعتبره أعظم عظماء الدنيا، لأنه اللي عمل انقلاب ده في الدنيا كده، وحتى الناس اللي ما بيؤمنوش بأنه رسول ده يبقى فلتة إهدي. لما عملوا المسابقة طلع مش هو أول عظيم في 100 في العالم، أول عظيم اللي بينظر له على أنه حتى مش رسول. ده عبقرية إيه ده؟ الراجل اللي جاي من البدي ولم يشهر عنه أن تعلم ولا ثقف، وبعد ذلك يقود الدنيا دي كده. وبلذلك رجل قرأت له فأعجبتني كلمته والله تمنيت له أن يكون مسلما، فقال إن أعظم عظيم في الدنيا هو ذلك الرجل الذي لا يزال يحكم ملايين المسلمين وهو ميت في قبره. كلمة جاية حصيلة إيه؟ حصيلة إعجاب، والإعجاب حصيلة بحث وتنقيب في الرجل وحصيلة الدراسة الواسعة. فقال لك هذا الرجل الذي يتبعه الآن كذا مليون، والمهم أنهم يتصارعون في حكم من الأحكام، فيقول هذا أقاله رسول الله، نقول له إيه وقاله، فيصدقون. يبقى يحكم العالم وهو ميت في قبره؟ ما شفناه. ده في ناس بتعز عليهم أن يحكموا العالم وهم على عروشهم، يبقى ده بيحكم العالم، هذا العظيم. فيبقى إذن قالت الرجل الذي يخدع الناس جميعا لا يمكن أن يخدع نفسه. إزاي لا يمكن أن يخدع نفسه؟ قالت لو لم يكن الذي قال له والله يعصمك من الناس هو يعتبره الإله القوي اللي يعمل العملية دي ما كانش صدقه. لو واحد تاني زيه كده جه قال له ربنا فيه قوة هتحوشك ما يصدقوش. إنما لولا أنه سمعها ممن يملكها وممن يثق أنه يحمي هذه الكلمة وأنه قادر على تنفيذها، فلو أن هذا الرجل كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. يا ريته خدع نفسه في حاجة تانية، ده في حياته. يعني إن انصرفوا عنه ويجي واحد يضربه ويموت. قال لك لو كان يخدع الناس جميعا في الدين ما خدع نفسه في حياته، ثم التمست الوسيلة إلى أن تؤمن بدين هذا النبي الذي قال إن الله قد عصمني ولم يخدع نفسه. إذن تصرف بسيط من التصرفات
يلفت الناس إلى، فتصرف سيء ينفر الناس أيضا من الدين، ما لم يكن إنسان مفكر ويذهب إلى الدين من ناحية مبادئه لا من ناحية معتنقيه، لأنه قد يصادف الفشل في معتنقه ولكنه لا يصادف إلا النجاح في مبادئه.